يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يا صباح الخير والفل والياسمين لكل الموجودين. معكم نجلة ورجعت لكم من جديد. بالبداية حابة أشكر الصبايا اللي اشتركوا بقناتي. أهلا وسهلا فيكم بقناتي المتواضعة. وخلونا بالبداية نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. بلشت نهاري بفنجان قهوة وشربته على السريع لأن اليوم عندي شغل كتير، يا بلحق يا ما بلحق. رح أبدأ بتركيب هذا الشريط الأخضر حوالين خرطوم الغاز. هذا الشريط جبت لي يا جارتي الله يرزقها يا رب، يعطيها ألف عافية. كانت مسافرة على مدينة أورفا ولاته مشتري لإلها ومشتري لإلي، الله يعطيها العافية يا رب. شايفين جيراني والله ما في منهم عسل، يخلي لي قلبهم يا رب. وهوني جوزي اجى على الفطور وجايب لي معه جزر، فقلت لحالي خليني ابرشه واحطه بالفريزر، بستخدمه ان شاء الله للكبسة وللشوربات. وهاي افضل طريقة لتفرزي فيها الجزر وتحتفظي فيه لمدة طويلة. بتاخدي الجزر بعد ما اول شي قشرتي، بعدين بتصيري بتبشري. انا رح ابشره على ماكينة الكبة. ماكينة الكبة اللي عندي ماركة اسمها تيفال، بيجي معاها قطع بشر، بشر للجزر أو الجبنة أو تقطيع الخضار بشكل عام. فالمهم بشرت الجزر كلياته، بعدين نظفت المجلة ورجعت الماكينة لمكانها. وإذ يا بنات ما لقيت عندي أكياس للمونة، فلبست على السريع ورحت على البيم صاير جنبي، والدنيا كانت ما شاء الله كابسة مطر. الله يبعث الخير يا رب، شايفين ما شاء الله. وقلت أنا وبالبيم خليني أصور لكم شوية شغلات نازلة بالبيم. نزل شغلات كتير حلوة، كتير حبيتها. واكتر كوب حبيته هو كوب عباد الشمس، ما شاء الله كتير عجبني. بس للاسف ما كنت حاسبة حسابي، لانه لو اخذي معي مصاري زيادة كنت ما طلعت من البيم تحت الساعة او ساعتين. المهم اخذت اكياس المونة، وانا وطالعة شفت البيم منزل نفس جهاز التنظيف بالبخار اللي اخذته من تريندول. كتير ظريفة يا بنات، اللي ساكنة بكلس بنصحها تروح تجيبها على السريع، حتى سعرها مناسب وارخص من تريندول. ما ضل غير أيام قليلة وبيهل علينا أفضل شهر بالسنة، هو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واكتب لنا فيه الخير والقبول، واجعل من نصيبنا الرحمة والمغفرة. وهون حطيت الجزر بالأكياس حسب حاجتي أنا، وأهم شيء فرغوا الكيس من الهواء. شو فرستوا أنتوا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات وشو ناويين تطبخوا أول يوم في رمضان. أنا كتير محتارة، وكل يوم بسأل زوجي شو بدك على الفطور ما بيجاوبني لحد هلا. فأنتوا اكتبوا لي شو عندكم خيارات. أنا بحب العادة أعمل أكلي بيضة، رح أنتظر وشوف شو رح يقرر زوجي. وهلا تعالوا معي لنعمل أطيب تتبيلة سبانخ رح تدعولي عليها. عندي سبانخ غاسلته منقيته كتير منيح وفارمته فرم، لا ناعم ولا خشن. بحطه على مصفاية ورشله شوية ملح وببلش بعصره لتطلع ميته. بعد ما خلصت الكمية كلياتها حطيته على جنب، وقلت بهالأثناء خلينا نعمل مع بعض عجينة الششبرك. حطيت 3 كاسات طحين بالعجانة مع بيضة، ورح احط كمان رشة ملح والمي بالتدريج. واخر شي بعد ما تشكل عنا العجينة بنعمها بشوية زيت. كمية المي هي حسب نوع طحينك انت. هلا اللي ساكن بتركيا انا بنصحه بطحين البيم اللي بيجي 2 كيلو، مو اللي بيجي كيلو واحد. اللي بيجي 2 كيلو بتكون جودته افضل شي، فهذا بنصحكم فيه للسمبوسك ولا الششبرك وهي الاكلات بشكل عام يعني. وهون العجينة صارت جاهزة، رح اغطيها بالاستراش واتركها ترتاح. هلا يمكن يصير اختلاف بالنسبة للبيضة اللي ضفتها مع الطحين. هاي البيضة أنا تعلمتها من جيران الأتراك، شفتوا كتير مشهورين بالمانتي، وهنو بيحطوا للطحين أو لعجينة الششبرك بيحطوا له بيضة. والله يا بنات كتير بتفرق معاكن برق العجين، كتير بتريحكن، فجربوها وأكيد أكيد رح تحبوها. حشوة الششبرك حسب ذوقكن انتو شلون بتحبوا فيكن تعملوها. في ناس بتقلل لحمة وفي ناس بتعملها مثلي. أنا حطيت بصلة باشرتها وعاصرة ميتها مع لحمة ني، حاط لها ملح وفلفل وشوية نعناع. هلا هون رح رش طحين، وعجينتي ارتاحت منيح. هلا رح رق العجينة وبلش تقطيع لحتى نلف مع بعض ان شاء الله الششبرك ونفرزه لرمضان. اخذت قطعة من العجينة والباقي اللي رح اتركه بالزبدة لازم يتغطى بالكيس لحتى ما تنشف معاكم العجينة. فيكن ترقوها بالطريقة اللي بتحبوها انتو. بعد ما رقيتها في عندي قالب حديد رح اقطعها بشكل دوائر، حسب مثلا بدكن اياها صغيرة بدكن اياها كبيرة. انا بحبهم يكونوا صغار وململمات، ما بحب الششبركي ابدا تكون كبيرة، بالاخص لانه كمان بتنفش، فما بحبها ابدا تكون كبيرة. هذا الحجم كتير مناسب يعني، حتى هذا الحجم انا مكبرتهم. فبالعادة لا لسه بحبهم يكونوا أصغر، بصراحة الصغار بيطلعوا أطيب. بدي أسألكم كمان، مين جاب من قالب الششبرك الحديد أو البلاستيك؟ أي واحد أظرف فيهم؟ كتير على بالي أشتري لأنه بيوفر علي وقت.
وهون بلشت بتبلة السبانخ، حطيت السبانخ المعصور واللي حطيناه على جنب يصفى، حطيت كمان جوز محمص، وحطيت بصلة مقلاي كنت مقليتها على وقت وحاططها على جنب، وحطيت شي معلقتين دبس فليفلة ودبس الرمان وملح وفلفل وسماق، وحطيت كمان فليفلة خشنة. دبس الرمان إذا كان عندكم أصلي لا تكتروا، أنا اللي عندي كان ستوك فلذلك كترت. هلا هون حركت المكونات كلياتها سوا وحطيت زيت الزيتون بالاخر. واهم فقرة عندي هي فقرة التذوق، لازم اشوف الحشوة اذا ناقصها شيء، وطلعت تمام التمام. وهون يا صبايا جبت من هاي الرقائق اللي اسمها اوتشكان يوفكا، جبتها من البين، بنصحكم فيها كتير، لا تاخذوا من عند اليوزبير نفس الرقائق، بصراحة رقائق اليوزبير ما ظريفة ابدا. المهم بلشت الفها بهذا الشكل، وكنت حاطة على جنب شوية طحين مع شوية مي لحتى سكر فيها العجينة. طبعا الكمية حسب، يعني حسب انتو بدكم تكتروا فيه او تقللوا، كمان لا تكتروا كتير ولا تقللوا كتير، يعني شي هيك يطلع المنظر حلو. رح لفهم كلياتهم وبعدين بدخلهم على الفريزر، رح رشلهم كمان شوية سمسم، شوية حبة البركة، اللي بدكم اياه. فيكم كمان تتركوهم سادة او فيكم ترشوا شوية سماق كمان بصير. هون شوفوا لي منظر الحشوة، ما شاء الله والله لو تشموا الريحة كمان تاخد العقل. عن جد كتير طيبة، حتى تركت منها أنا صحن لحتى هيك أغمسها مع زيت الزيتون. وفرشاية يا صبايا بدها من خليط الطحين مع المي فوق الرقائق لحتى تثبت معنا حبة البركة والسمسم، لحتى وقت التجميد ما يهر عنا السمسم. هيك صارت الكمية جاهزة، وكنت دخل صيني ورا صيني على الفريزر لحتى يجمدوا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. ريحة المطر لحالها هيك بترد الروح، تطلع ريحة التراب، ما شاء الله الله يبعث الخير. بعد ما جمدت البورك عندي طالعتها من الفريزر وجبت اكياس المونة، ورح احط بكل كيس الكمية اللي بحتاجها انا. طبعا ما بدي اكتر، يعني حسب احتياجي، لان شفتوا برمضان والله الواحد ما بياكل كتير. يعني نحن وقت بنكون صايمين بنقول والله ناكل الاخضر واليابس اول ما بيأذن، وقت اللي بيأذن يا دوب ناكلنا كم لقمة ونحمد الله ونشكره. فيعني ما كترت بالكيس، يعني الشيء انه ناكل نحن، واذا حبيت اسكب للجيران مو اكتر من هيك. هلا هون بجيب مصاصة بلفها هيك حوالين الكيس، وبسحب الهواء من الكيس بهاي الطريقة، لأن أنا جهاز سحب الهواء من أكياس التفريز مو موجود عندي. وبسحب المصاصة على السريع وأنا وكابسي إيدي لحتى ما يرجع يدخل الهواء. جربوها وأكيد رح تحبوها، وبصراحة أوفر من مشترات الجهاز، لأن له أكياس خاصة فيه، وأكياسه بصراحة أغلى لسه من الجهاز. وهون يا صبايا كنت المسويات يعني فاضي، ما عندي شي بعد ما تغدى زوجي ونظفت المطبخ وما ضل عندي أي شي. وكانت جارتي عندي عم نشرب قهوة، فقلت لها بدي أقوم والله تبل الفروج اللي جاب لي إياه زوجي. فأول شي رح تبل معاكم الشاورما. بالبداية حطيت 3 معالق لبن، وحطيت ربع كوب زيت الزيتون، وربع كوب خل، وربع كوب عصير برتقال، وربع كوب من عصير الليمون، كمان بالإضافة للثوم كمية الثوم حسب ذوقكم انتو، ومعلقة من دبس الفليفلة. أما البهارات هي عبارة عن ثوم بودرة وبصل بودرة وشوية كزبرة وشوية قرفة، طبعا وملح وفلفل وبابريكا وشوية عصفر. أنا هون طبعا نسيت الملح فضفته بالآخر. والمكون الأساسي هو معلقة الطحينة، بتعطي يا صبايا طراوة للفروج، ما بيصير ناشف أبدا، بتعزز النكهة. جربوها على ضمانتي كتير رح تحبوها. هلا هون خفقت المكونات كتير منيح، واخر شي حززت شوية ليمون وحطيتهم. طبعا ضفت الملح لان كنت نسيانته. هلا كمية البهارات اللي حطيتها انا فيكم تستغنوا عنها في حال انه اشتريتوا من السوق بهارات شاورما جاهزة مجهزة، يبقى هداك الوقت بتضيفوا معلقة من بهارات الشاورما للخلطة اللي عملتها انا. هون قسمت الفروج على الأكياس وبلشت بتوزيع الخلطة عليه، كنت بس هون عم بوزع حبات الليمون على الأكياس كلياتها، وبعدين حطيت الخليط فوقيتهم وحركتهم بهذا الشكل. وهيك بكون تبلت الفروجات كلياتهم دون ما نوسخ أغراض كتير، بالكيس أسهل وأريح لإلنا. وهيك شوفوا لي المنظر، يا سلام لو تشموا الريحة يا صبايا بتاخد العقل والله. هلا هون رح افرد الفروج على الكيس بهذا الشكل، بعدين غلفهم كتير منيح، ورح حطهم بعلب بلاستيك، لأن الخلطة فيها توم وما بدي ريحة التوم تعلق عندي بالفريزر. وهلأ رح بلش معاكم بتبلة الشيش طاووق. حطيت معلقتين دبس فليفلة وكاسة لبن، واللي ضل عندي من عصير الليمون وعصير البرتقال، وشيت من اسنان توم وبرش ليمون وبرش البرتقال، وربع كوب زيت الزيتون. حطيت بصلة مبشورة ومعلقة طحينة أساسي. أما البهارات هي كزبرة وتوم بودرة وزنجبيل وفلفل
بالإضافة للبابريكا والهيل المطحون. حطيت معلقة صويا صوص، هذا اختياري، إذا بدكم ضيفوا وإذا بدكم لا تضيفوا. والموجود عندها بهارات دجاج كمان فيها تضيف. هلا هون خفقت المكونات كلها، ويا حذركم شو نسيت كالعادة، والله نسيت الملح. هلا هون عندي الشيش، كنت نقعته بمي وخل وشوية طحين لحتى صار نضيف. طبعا هذا الشيش هو شيش فخذ مو شيش صدر، شيش الفخذ بيجي أطرى. هلا هون حطيتهم بالأكياس ووزعت الخلطة عليهم وحطيت لهم شوية ملح. حطيت لأول كيس زعتر بري وتاني كيس ريحان والتالت تركته سادة. وهلا رح تبل الجناحات. طبعا انا الفروج كلياته كنت غاسلته على وقت ونقعته بمي وخل وطحين. حطيت معلقتين دبس بندوره ومعلقتين دبس فليفله وعصرت ليمونه. حطيت توم مهروس وشويه زنجبيل ومعلقه ونص عصفر ومعلقه كبيره من البابريكا، بالاضافه للفلفل والزعتر اليابس والملح وزيت الزيتون او زيت نباتي حسب ذوقكم انتو. حطيت كمان شوي من الكزبره وشوي من البصل البودره، خفقتهم كتير منيح. والجناحات أنا كنت مشلوطتن على الغاز لأن بيجي فيهن شعر ناعم. شلوطتن كتير منيح وغسلتن ونقعتن. هلأ بخلط المكونات كلها سوا، ونفس الشي بعبيها بأكياس حسب حاجتي أنا وبدخلها للفريزر. أكلة الجناحات هاي أكلة حمودي ابني، وقت بده إياها بيطلب مني بيقول لي اعملي لي فروج صغير. هلأ هون حطيتها بأول كيس ورجعت كمان لبستها بكيس تاني لأنه فيها توم، ما بدي ريحة التوم تعبي عندي الفريزر، فهيك سكرتها كتير منيح إن شاء الله ما تطلع ريحة التوم. وهون حبيت فرجيكم نتيجة الششبرك لأن نسيت صور لكم إياها. ما شاء الله شوفوا لي إياهم محلاهم، شايفين محلاهم صغيرات ومنمنمات غير الشكل. هلا هون حطيت بهاي السلة بس البرك وهيك شغلات، السلة الفوقانية عملتها بس للفروج. كان يومي مليء بالأعمال، يعني عن جد ما قعدت أبدا، وصار لازم كافئ حالي وكافئ زوجي الله يرزقه يا رب بفنجان قهوة. وهيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إذا استفدتم منه وإذا حبيتوا لا تنسوا تتابعوني، الله يسعدكم يا رب. ولا تنسوا شاركوا فيديوهاتي مع أصدقائكم لحتى نوصل 1000 مشترك عن قريب بإذن الله. وهلأ السلام عليكم، إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد، ورمضان كريم علينا وعليكم، الله يتقبل صيامنا وصيامكم بإذن الله. بشوفكم عن جديد، سلام.